طبعا قلب النون الساكن أو التنوين يشبه كما ذكرت في النطق، بل هو مماثل للميم الساكنة التي بعدها باء، مثل ترميهم بحجارة. وكنت قد ذكرت لما تكلمنا على أحكام الميم أن هذا المبحث يعني من تقريبا فينا نقول من 45 سنة أو أكثر شوي، من 45 سنة يعني حدث في هناك يعني أحد العلماء اجتهد في هذه المسألة، فقاس إخفاء النون قاس إخفاء الميم الساكنة التي بعدها باء على إخفاء النون في نحو مثلا أنفسكم من صلصال الإنسان، فقاسه قياس عقلاني ليس له مستند في الرواية. قال كما أننا لم نستعمل طرف اللسان لما نقول الإنسان، أين إعمال طرف اللسان في النون؟ ما في إعمال. إذن كما أننا لم نعمل طرف اللسان في النون لما أخفيناها وسمينا هذا العمل إخفاء، علينا أن لا نعمل الشفتين في الميم لما نخفي الميم عند الباء. اجتهاد وقياس، ولكنه قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. هذا الأمر يعني هو يعني شبهته قوية جدا. يعني هذا العبد الذي أمامكم ذكرت لكم وأعيد وأكرر، بقيت 20 سنة من عمري مقتنع بهذا الموضوع وأراه أنه الصواب، لكنني بعد ذلك تبين لي أنه خطأ، وتتبعته 20 سنة لم أجد له مستندا لا من كتب الأئمة وعباراتهم عبارة صريحة واضحة. الأمر الثاني هو مخالف لقواعد اللغة التي تقول إن العدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. الأمر الثالث لا سند روائي له، لا سند له في الرواية، بل إن صاحبه نفسه مر في فترتين من عمره، فترة كان كبقية القراء يفعل من بعدي وترميهم بحجارة، ثم لما يعني هذا الأمر يعني صار بالنسبة إليه فكرة بالنسبة له واضحة وتشبع ذهنه بها ونشرها بين الناس، وهو يريد الخير ما يريد إلا الخير. يعني هو كان يرى أنه يصحح خطأ تاريخيا حدث في قلب النون الساكنة والتنوين، وحدث في إخفاء الميم الساكنة، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر هذا لا يوجد أحد يفعله، لا في المغرب ولا في تركيا ولا في بلاد الشام ولا في بلاد الحجاز ولا في اليمن ولا في الهند ولا في تركيا ولا في باكستان، ولا أعلم بلدا فيها بل ولا في مصر أيضا، بل ولا في مصر. حتى الشيخ طه الفشني رحمه الله كان من قراء الإسكندرية، كان يستنكره جدا، وكم من القراء الذين تتبعتهم وسألتهم قالوا ما هكذا قرأنا. بل هو حتى نفسه كما ذكرت لكم ذكر لي أحد القراء الذين قرأوا عليه أنه أقرأه في الخمسينات من بعد ترميهم بحجارة، ثم بعد ذلك بحدود السنة 65 1965 66 ميلادي ذهب إليه مرة ثانية فأمره بإبقاء الفرجة. هذا دليل على أن هذا الشيخ الفاضل رحمه الله يعني مر في عمره بمرحلتين، مرة كان مثل بقية القراء ثم تزين له هذا الأمر فاقتنع به وأقنع به من حوله، بل وألزم من حوله، وكان ذو سطوة وكان ذو منصب وكان قوي الشخصية، وجلس للإقراء فتعلم منه كثيرون وانتقلوا إلى الجزيرة العربية دول الخليج يعني وإلى السعودية، فنشروا هذا في المدارس وفي الجامعات وغيرها، فصرنا نسمع كثيرين يقرؤون بإبقاء الفرجة، وكل ما ترونه يعود إلى رجل واحد. أقولها بعد بحث 20 عاما، لا أقولها هكذا. فيعني إن شاء الله تعالى أقول الآن ما أدين الله به، حكم القلب يكون بإطباق الشفتين من غير كز. الكز هو الضغط الزائد، يعني نقول من بعد هكذا عادي كما يتكلم الإنسان في كلامه العادي، لا نضغط زيادة من بعد الضغط الزائد، هذا الذي يسمونه الكز لا يصح، ولا المجافاة من بعد هكذا نطق الشفتين متجاف. لماذا؟ يعني ما سبب هذه الفجوة؟ بس العاقل يسأل نفسه من أين أتت هذه الفجوة؟ أنا أنطق ميم ساكنة بعدها باء، من أين تأتي الفجوة؟ الميم بإطباق الشفتين والباء بإطباق الشفتين، من أين جاءت هذه الفجوة؟ ما لها معنى، وهي ليست يعني عدول إلى الأسهل. قلت لكم كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. أين السهولة في هذا الأمر؟ بالعكس،
فيه مجافاة للفطرة. الشفتان تريدان أن تنطبقا فطرة، وأنا رغما عنهما أباعدهما من بعد، أشدهما إلى فوق. هذا فعلته أنا وأعلمته لكثيرين، وأستغفر الله 20 سنة من عمري. تبين لي أنه فاسد، فرجعت ونبهت إخواني الذين قرأوا علي، وأنا أستغفر الله من ذلك. العودة إلى الحق أولى، لا شك أنه من الاستمرار في الخطأ.